اهلا بيكم في قناتي. ما تنسوش اي حد مش مشترك في القناه ينزل بسرعه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل الفيديوهات الجديده. واللي بيتابعني جديد معايا يكتب لي يقول لي هو بيتابعني من محافظه ايه. النهارده هعمل معاكم القهوه الفرنساوي من غير القهوه الفرنساوي، يعني هنعملها في البيت من غير ما نشتري قهوه فرنساوي. يعني بالبني العادي هنقدر ان احنا نعمل فنجان القهوه اللي قدامكم الجميل ده. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا المقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايب قلبي في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض القهوة الفرنساوي بس في البيت بالقهوة بتاعتنا العادية خالص. البني العادي جدا، من غير ما نشتري قهوة فرنساوي جاهزة ولا اي حاجة، وهنعملها حلو قوي. وكمان الطريقة دي هتخلينا نتحكم ازاي نعملها. سواء مثلا البن اكتر من اللبن ولا اللبن اكتر من البن، يعني دايما القهوة الفرنساوي الجاهزة بيبقى فيها البن اقل من يعني بتبقى كمية اللبن، سواء كان اللبن البودر او اللبن نفسه بيكون يعني ايه اكتر من البن، فبيبقى خفيف شوية. فانا بحبه بصراحة يكون البن فيه يعني النسبة عالية شوية اكتر. فتقدري بقى تتحكمي في النقطة دي من خلال انك ازاي تعملي يعني ازاي تتقليه او ازاي تخففيه. حابه تحطي بن فاتح، حابه تحطي معاه بن وسط، كل اللي انت عايزاه تقدري انك تعمليه. معايا هنا المقادير معايا. طبعا السكر ده يعني حاجه اساسيه، والبن. تمام. معايا هنا نص كوبايه كده من اللبن، دي حاجه طبعا برضو اكيده. ومعايا هنا كام مكعب من التلج، 3 او 4 مكعبات من التلج. التلج حلو قوي في ان هو بيعمل الوش بتاع القهوه الفرنساوي. معرفش ان هي ملهاش وش، بس احنا هنطلعها بوش النهارده لاننا هنعملها بلبن. يعني لبن مش بودر، لا هنعملها بلبن. والتلج كمان هيساعدنا ان احنا نعملها بوش. انا القهوه الفرنساوي بحب اعملها يعني مش فنجان صغير، لا بحب اعملها في يعني في حاجه واسعه شويه، ممكن تكون بتاعت شاي. هوريكم دلوقتي ازاي هنعملها بالظبط. هنروح مع بعض على النار وهوريكم بنعمل ايه. معايا دي الكنكه اللي انا هعمل فيها القهوه بتاعتي. هبدا ان انا اضيف عليها بس كده التلج، او اضيف فيها التلج. تمام. والتلج كده محطوط فيها، ببدا بقى ان انا اضيف اللبن واحده واحده علشان يسيح مع التلج. تمام. ببدا بقى ان انا احضر السكر. بيتحط الاول قبل البن، يعني خلي البن ده في الاخر. انا بحب ان انا احط السكر يعني معلقه كده ممسوحه، ممكن اقل كمان. وعلى نار هاديه خالص وبنوطيه، وبنستنى لحد ما التلج ده يعني يبدا ان هو خلاص بيصغر. حابه تزودي اكتر من كده، حابه مش حابه خلاص. ببدا بقى ان انا اضيف معايا البن. معايا هنا اول معلقه، زي ما قلت لكم انا بحبه تقيل شويه فاحط معلقه كمان. في ناس ممكن تزود اكتر، بس انا شايفه ان كده كويس قوي. في ناس بقى بتحط عليه شوكولاته، وممكن ناس بتحط عليه نوتيلا. بيبقى طعمه بجد خطير، يعني لما تحطي كمان عليه شوكولاته بيبقى طعمه تحفه. كده هي قهوه فرنساوي بجد. يعني اتقل شويه، حاجه بسيطه جدا من بتاعت بره. هنظبط بس الكنكه كده معانا. انا عاملاها هنا في كنكه كبيره شويه لان ال الكميه اكبر من البن العادي. بصوا بقى معايا هنا بيبدا ان هو ايه، التلج ده خلاص ما عادش فيه اي تلج. دي اخر تقليبه عشان نتاكد ان البن ده كله والسكر وما عادش فيه اي حاجه. هنسيبه بقى لحد ما يغلي من على الاطراف، والبن يعمل الوش بتاعه اللي هو الحلو الجميل ده. تابعوا هتلاقيها بدأت تغلي من الطرف اهي. تمام. هو انا بس عشان فاتحه فلاش فظهر ان هي فاتحه قوي كده، الاقيها في الحقيقه لونها بني غامق اهو. بصوا لما طفيت الفلاش بقى لونها عامل ازاي.
بصوا ده الوش بتاع القهوه الفرنساوي، مش بيتعمل اكتر من كده، بس ده وش جميل قوي قوي بجد صدقوني. وبيبقى طعمه، بصوا البني اللي فوق الوش ده هو ده الوش بتاعها المفروض. كل ما تقلي كل ما بيعمل وش اكبر. بس انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان كده الطريقه دي البني بيبقى حلو قوي 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 قوي. طعمه بيبقى يعني القهوه دي والله العظيم والله العظيم بتبقى احلى من القهوه الفرنساوي الجاهزه. يعني انت لو رحت جبتي قهوه فرنساوي جاهزه مش هيبقى زي كده، غير ان القهوه الفرنساوي الجاهزه غاليه جدا. فانت لو جبت لبن، مش لبن بودر ولا اي حاجه، لبن عادي، وعملتيه معاه، حطيتي بدل الميه لبن، واستخدمتي السكر واستخدمتي المعايير، او يعني تقلتي وخففتي يعني على حسب ما انت عايزه، حابه تحطي معاه الشوكولاته كمان هيبقى جميل جدا. لو عملتي كده ده هيديكي نتيجه احلى بكتير جدا من القهوه الفرنساوي الجاهزه. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده. وعايزاكم تجربوا القهوه الفرنساوي بالطريقه دي، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده. مع السلامه.